مساء عظيم على الجميع. نزلت بوست من كام يوم وقلت فيه لو أي حد عنده أسئلة خاصة بالمعيشة في أمريكا، القوانين والتغييرات اللي موجودة، حبيت إن أنا أتبادل معاكم الخبرات بتاعتي، وأنا عارف إن الأسئلة هتيجي يعني. المهم تعالوا نشوف. حد بعت لي بيقول لي هو السؤال متقسم كذا جزء. يعني الجزء الأولاني، سمعت إن اللي بيروح أمريكا بعد ما بيظبط دنيته يقدر يعبي الفلوس في شكاير. سؤالي، انتوا بتجيبوا منين شكاير؟ المشكله عنده مش في الفلوس، المشكله عنده في الشكاير. بتجيبوا منين شكاير لكل الفلوس اللي بتكسبوها في امريكا، وبتودوا الشكاير دي فين؟ انا هقول لحضرتك. مبدئيا احنا الشكاير هنا ببلاش. المشكله بقى في تخزين الشكاير. يعني حضرتك بمنتهى الامانه تقدر تأجر بيت 3 4000 دولار بس علشان تخزن فيها الشكاير. فهنا الحكومة بتدي لكل مواطن من 5 ل10 شكاير على حسب مقاسه وحجمه. يعني أنا لما كنت تخين كنت باخد حوالي 10 شكاير، النهاردة بقيت أخد حوالي 4 شكاير ونص. فبتاخد الشكاير ديت تأجر بيها بيت ب4 5000 دولار، وتبدأ بعد كده تخزن الشكاير ديت في البيت. وممكن انت لو متجوز وعندك اولاد تاخد بقى اللي هو يعني تاون هاوس، اللي انت بقى يبقى دورين او يمكن اكتر، والبادروم، فده يبقى مساحه عندك اكبر ليك انت والاسره عشان تعبوا فيها الشجاير. هتعمل ايه بقى بالشكاير بعد كده؟ انا ما اعرفش هتعمل ايه بيها بعد كده الصراحه يعني. السؤال التاني، سمعت ان اللي معاه اقامه في امريكا اكتر من سنتين الدوله بتنزل له شقه اوضتين وحوالي 10000 دولار في الشهر للفرد. هل لو في اسره 3 افراد ممكن 30000 في الشهر يكفوهم لو مش عايزين يشتغلوا؟ ما هو ممكن برضو ده في حالة عدد الشكاير اللي معاك، اللي هم بتوع السؤال الأولاني، هم اللي يدولك إمكانية أو فرصة اللي أنت تقدم عند الحكومة اللي أنت تاخد شقة أوضتين وتاخد معاهم ال10000 دولار اللي أنت هتعبي بيهم بقى الشكاير الجديدة. ما هو الشكاير القديمة الحمد لله يعني اتملت، فأنت هتاخد الجديد وتبدأ بقى تعبي بيه شكاير جديدة. ولو ما كفتش ممكن نأجر لك بقى اللي هو البراميل. عارفين البراميل اللي هي الكبيرة دي نعبي فيها برضو. يعني الحكومة سامحة لينا هنا اللي احنا نعبي فيها برضو الفلوس، بس فلوس الحكومة لازم تكون براميل بلاستيك فرز أول، علشان دي بترجع بعد كده. فانت بتاخدها لفترة وبعد كده بتردها لهم في شكل بقى ضرايب وفي شكل تأمين وفي شكل جاز، ولا بترجعها بشكل أو بآخر للحكومة تاني. هي عملية إيه يعني، سلف. السؤال الثالث، آخر طلب، في شاب عنده 23 سنة بيدور على عروسة مش أكتر من 35 سنة. هو عنده 23 سنة وبيدور على واحدة 35 سنة. يا ترى ليه؟ بقية السؤال، تكون معاها جنسية. بشرط، يعني اللي معاه جنسية ده مش شرط، لا بس هو مبدئيا هو يكون معاه جنسية، ده اي بي يعني في البحث عن عروسة، بشرط حسنة المظهر، وتقبل تنزل تعيش معاه في شقتها في مصر، في شقتها. طب ما مصر ما الحكومة ما تديش شقق زي هنا، خسارة والله، هيضيع فلوس. تنزل معاه في شقتها في مصر لغاية ما تخلص له الورق ويسافروا سوا. طيب ممكن تديني نمرة صاحبك ال 23 سنة دوت؟ احنا عندنا عرايس كتير جدا هنا بصراحة 35 سنة، بس 35 سنة علاج، يعني هم بيتعالجوا بقالهم 35 سنة. فلو موافق على الكلام ده، انا عندنا كتير قوي يعني بسم الله ما شاء الله، نص هنا بيتعالج ونص تاني بيجري على علاج النص الاولاني. فاحنا مبدئيا هنعمل فحص ودرس ودراسه ونبحث مع بعض على الفتاة الاحلام اللي هي اكبر منه بحوالي 12 سنه وتكون حسنه المظهر، وتبقى قبلي وبحري، عشان هو برضو يصيف ويحس بالجو كويس، ولما الدنيا بتشتي برضو ايه يقفل الشباك فيبقى الدنيا رايقه معاه. ما فيش عندنا من الاسئله اللي اتطرحت ديت اجابه. احنا ممكن يعني نوريكم ازاي العقليه اللي بتفكر معانا من مصر، بس انا هحط افتراض
ان الشخص اللي كتب الكومنت دوت، انا خفيت اسمه، مش عايش هنا. لان للاسف اللي مش عايش هنا بيعتقد وبيفكر وبيسرح ان احنا بنطلع كل يوم الصبح نلم من على ورق الشجر الورقات ال100 ومش اقل من 100. يعني انا شخصيا اكسل ان انا اطلع على ورقه شجر اجيب منها ورقه اقل من $100. او واحنا بنكنس كده البيت بتاعنا، بنكنس يعني بنلم كده معاهم بتاع 10 15 الف دولار واحنا ايه في الكنسه كده. يعني احنا هنا بيطلع نقط ابونا في الشغل. هنا بنشوف اللي ما اتشافش علشان نقدر نوفر الالتزامات اللي احنا بندفعها اخر كل شهر وكتير اول كل شهر. مش هعد معاك بقى ايجار الشقه، ايجار العربيه لو ليس، مصاريف الجاز، الانشورنس اللي ارقامه بتعدي ارقام خياليه دلوقتي، الاكل والشرب طبعا، اللبس. قول اللبس والاكل والشرب هم معقولين شويه، اسعارهم مش غاليه، لكن المعيشه فواتير التليفون، لو حد بقى دخل الامرجنسي، لو حد عايز يتصرف له ادويه، لو حد عايز يعمل عمليه، وارقام بقى مش ما تتخيلهاش النهارده. علشان بس لو انت حصلت لك حادثه وجالك الامرجنسي او لو الامبلانس ولازم تيجي معاه عربيه مطافه، ما تعرفش ليه هي كده، زي يعني ايه، يعني مبدأ كده عندهم ان تيجي عربيه الامبلانس، عربيه الاسعاف، يجي معاها عربيه مطافي. ايه ملهاش علاقه بس بتيجي. دول 3000 كده دولار قبل حتى ما تخش المستشفى وقبل ما تتعالج وقبل ما تعمل اي حاجه. فتعالوا نشوف المصاريف اللي هنا، هتلاقيها شبه اعلى من الدخل اللي انت بتجيبه كل شهر. ولو حصل بقى وانت استقيت، تعبت، حبيت تاخد اجازه، الميزان ده مش بيقع، ده بيتهبط، فبتبدا مديون. فانت مش بتعيش علشان توفي التزامات عليك، لا انت بتعيش عشان تدفع الاقساط والمديونيات اللي عليك. لكن هل ده كل حاجة؟ لا، في حاجة تانية اللي انت بقى بتعمل دبل وورك، او بتشتغل شغلانتين كمان بدل شغلانة، وساعات 3 اشغال عشان تقدر تعمل الكسر بتاع التوفير او الاحتياطي اللي انت ممكن في حالات الامرجنسي بعد كده تقدر تصرف عليها. فعروستك ال35 سنة مش موجودة، شكاير الفلوس اللي انت بتفكر فيها مش موجودة، الحكومة اللي بتديهولك اوضتين وصالة و10,000 15,000 دولار مش موجود. الموجود حاجة واحدة بس، هو ان احنا هنا زينا زي اي بلد في العالم، في كفاح، في تعب، في مجهود، وفي مقابل ما اقدرش انكر. والمقابل دوت بعد ما بتصفي الالتزامات والمصاريف اللي عليك بيبقى على قد يعني نشكر ربنا على قد اللي ممكن ايه تخرج خروجه، تسهر سهره، تطلع مصيف، تاخد فيكيشن. يعني عارفين اللي هي بتبقى على المسطره بالورقه والقلم حساباتها كده. وربنا يوفق جميعا. مستنيين بقيه اسئلتكم. شكرا.